معركة للتاريخ. موقعة أقليش والكونتات السبعة تكرس التفوق المغربي بالأندلس. من إعداد وتحرير الأستاذة فتيحة شاطر. تعد معركة أقليش واحدة من أبرز المحطات العسكرية في تاريخ الإمبراطورية المغربية الشريفة، وهي صفحة مجيدة من صفحات تاريخ المرابطين في الأندلس. جرت أحداثها في مدينة أقليش بالأراضي الأندلسية المغربية، واعتبرها المؤرخون معركة لا تقل شأناً ولا أهمية عن معركة الزلاق الشهيرة التي خاضها يوسف بن تاشفين قبلها بسنوات. وقد اشتهرت هذه المعركة أيضاً باسم معركة الكونتات السبعة، نسبة إلى 7 من كبار قادة قشتالة الذين قتلوا فيها، وكان سقوطهم سبباً مباشراً لانهيار الجيش القشتالي. لقد كان اسم يوسف بن تاشفين مقرونا في ذهنية القشتاليين بقوة المسلمين بالمغرب، فكانوا يعتقدون أن هيبة المغرب بأكملها مستمدة من شخصية أمير المسلمين. وحين بلغهم خبر مرضه دب فيهم الأمل باستعادة نفوذهم في الأندلس. ومع وفاة يوسف بن تاشفين وانشغال العالم الإسلامي برحيله، قرر ألفونسو السادس اغتنام هذه اللحظة التاريخية، فهاجم إشبيلية وقتل ونهب وخرب بلا رحمة، معتقداً أن الدولة المغربية تمر بمرحلة ضعف وانتقال في القيادة. غير أن وريث يوسف بن تاشفين الأمير علي بن يوسف لم يتأخر في الرد على العدوان، فحدا حدو أبيه وأمر بتوحيد الصفوف وتجهيز الجيوش، وكلف أخاه الأمير تميم بقيادة جيش المرابطين في الأندلس. اختار المرابطون مدينة أقليش بعناية، فهي من أهم معاقل القشتاليين وأكثرها تحصيناً، واعتمدوا خطة تقوم على ضرب قلب القوة العسكرية الإسبانية بدل مهاجمة أطرافها. اندلعت معركة أقليش بين جيش المرابطين بقيادة الأمير تميم وجيوش قشتالة بقيادة ابن ألفونسو سانشو. ورغم التفوق العددي الكبير للقشتاليين، إلا أن صلابة المرابطين وانضباطهم وثباتهم جعلت كفة النصر تميل إليهم. وكانت الضربة الحاسمة في ميدان المعركة مقتل الكونتات السبعة، وهم 7 من كبار النبلاء القشتاليين الذين كانوا يشكلون عماد القيادة العسكرية، فكان سقوطهم كفيلاً بإحداث فوضى كبرى في صفوف الجيش وإسقاط معنوياته في لحظات قليلة. ومع انهيار التنظيم وانقطاع أوامر القيادة، أصبح النصر ساحقاً للمرابطين، فعززت مكانة المغرب في الأندلس ومهد لمرحلة جديدة من التفوق العسكري والسياسي. كرست هذه المعركة استمرار النفوذ المغربي في الأندلس من جديد، وظل سلطان المرابطين حاضراً لقرون، مؤكداً ارتباط الأمن في الأندلس بالقوة السياسية والعسكرية للمغرب. ويجمع المؤرخون على أن معركة أقليش شكلت امتداداً طبيعياً لمعركة الزلاقة، وأنها أعادت إلى القشتاليين ذكرى الهزيمة التي أذاقت إياها يوسف بن تاشفين. ورغم ما حققه المرابطون من انتصارات باهرة في الأندلس، فإن سقوطها لاحقاً ارتبط بالصراعات الداخلية وخيانة بعض القوى المحلية، وفي مقدمتها بنو الأحمر الذين تحالفوا مع قشتالة في لحظات حساسة من التاريخ. ومع ذلك تظل معركة أقليش أو معركة الكونتات السبعة شاهداً خالداً على عظمة المرابطين وعلى الدور المركزي للمغرب في الدفاع عن الإسلام والحضارة بالأندلس، وتبقى علامة مضيئة تؤكد أن وحدة المسلمين كانت ولا تزال أساس القوة والانتصار.